بنت بتحكي وبتقول أول مرة اكتشفت إن الشخص اللي معاها شريك حياتها بيخونها، كانت شافت الدليل بعينيها وكانت منهارة جدا وحست كأن في سكينة ضربت في قلبها. قامت بسرعة وبصت لنفسها في المراية وقالت هو أنا العيب فيا ولا فيه هو؟ يا ترى أنا شكلي وحش ولا حلو؟ يا ترى أنا قصرت معاه ولا لأ؟ طبعا كانت منهارة جدا وكانت في حالة صعبة. ازاي بعد العشرة دي كلها والثقة والعشم هو يخوني واشوف الدليل بعينيا؟ خلاص عدى الوقت وجالها وتأسف لها واعتذر لها وقال لها سامحيني. هي صدقته وسامحته فعلا وادت له فرصة تانية. مرت الأيام وتكرر نفس الغلط تاني رغم ان هو قال انا عمري ما هكرر ده تاني، وبرضه سامحته. ومرت الأيام وخانها تالت وكانت بتسامحه برضه. في كل مرة كانت ثقتها فيه بتقل وما كانتش بتحس بالأمان خالص. ومع كل خيانة كانت كل مرة بتقوم وتبص لنفسها في المراية وبتشوف نفسها أجمل واحدة وما بتشوفش أي عيوب فيها خالص. وبدأت تقتنع وتسأل نفسها فعلا هو العيب فيا ولا فيه؟ مع الوقت اكتشفت ان العيب فيه هو مش فيها هي. يعني هي ما كانتش مقصرة ولا كانت مهملة ولا كانت نكدية ولا كانت فيها أي عيوب خالص. كانت بسيطة جدا مخلصة جدا ووفية ليه. بس مع كل مرة كانت بتشوف الخيانة والدليل قدامها مكانتش بتحس بنفس الألم زي أول مرة. أول مرة كان زي خنجر دخل في قلبها. تاني مرة الألم أقل شوية عشان خلاص هي اتعودت على كده أو حست إن الشخص ده طبعه كده، مهما أنا عملت له هو هيفضل يخون برضه. بس كانت بتديله فرصة تانية وتالتة لعل وعسى إن هو يتغير في يوم من الأيام. وأخيرا قررت إن هي تاخد القرار إن هي تنفصل عنه خالص وإن هي تسيبه، وإن ده عمره ما هيتغير وده طبع فيه للأبد، وإن لو عايز يتغير ما كانش هيكرر الموضوع ده تاني وتالت ورابع، وكان هيقدر الفرصة اللي هو خدها أكتر من مرة. الخلاصة من كل ده ان لما حد يخونك مرة واتنين وتسامحه اعرف انه هيكررها تالت ورابع، وان الافضل انك تبعد عنه. ما تستحملش ولا تيجي على نفسك اكتر من كده. اوعى تكون مقتنع ان انت هتغير من الشخص ده او هتصلح منه، او انت باقي على العمر اللي راح مثلا معاه فمش عايز تضيعه عشان غلطة. ما هي الغلطة دي بتهد ثقة وامان وحاجات كتير قوي بينكم، ما بقاش في حب اساسا. فانا ليه مكمل؟ الخيانة ليها اسباب، بس لما حد يخونك من غير اي سبب اعرف انه مش بيحبك، واعرف ان هو بيتسلى، هو موجود في حياتك بس لمجرد ان انت متمسك بيه وان انت بتحبه ومخلص ليه. صدقني لو كان بيحبك بجد عمره ما هيفكر ياخد اي خطوة تانية غير لو فعلا انتوا سبتوا بعض من الاول. ما اعتقدش ان حد خانك يستاهل الفرصة اكتر من مرة واحدة بس، وغير كده ما يستاهلش.